Pengungsi Palestina mengimpikan makanan saat mereka berjuang melawan kelaparan. Anak-anak berharap mereka bisa makan tomat, kata seorang ibu pengungsi Palestina yang mengungsi di sekolah Kuwait di Beit Lahia, di utara jalur Gaza. Kami memimpikan makanan, tambahnya sambil mengeluh tentang kurangnya kebersihan yang menyebabkan putrinya tertular kudis. احنا مشينا جبنا اكل ولا شرب، الوضع سيء كثير، الوضع ضيق، الولاد بتحصلوا على حبه النور ياكلوها، ولا في حبه ولا بيضه، تشربوا ملك كالسيوم، الكالسيوم ضعف عندهم، صار عندهم صعوبه في التغذيه. يعني تعبانين احنا تضررين، دلنا صار 7 من قله الاكل والشرب. ولا في مي نظيفه، ولا في خضره، ولا في لحم، ولا في بيض، الواحد ايش بده ياكل؟ هذا الطفل يعني صابها ايه سوء تغذيه للجماعه. ولا تلاقي لها حبة بندورة عملها ولا حبة بندورة تصيح، ما بدي حبة بطاطا، بدي بطاطا، بدي بيض، فش. صرنا نحلب بالأكل، بنلاقيش شي ناكله، ما حد راح لنا، ما حد حنن علينا. صرنا من قلة الأكل صرت تغذية في البنت هذه. الحين هذه البنت بنلاقيش لها أكل تاكل. وصرنا من كمان من مرض قلة النظافة، فيش صوابين، فيش شامبو، صرنا جرب الجلد هذه. أي جلدها جرب. فيش صوابين، فيش شامبو. راح اشتري فرقه صابون بلاقيش حتى. احنا والله بنعاني من الجاري، من البعوضه في الليل، البعوض منتشر في الليل، قله الاكل، قله النظافه. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.